عليكم. وعليكم السلام استاذ اسماعيل. كل سنه وانتم طيبين يا بنتي. وحضرتك طيب يا فندم. انا يا بنتي راجل عندي 69 سنه ونص وعندي تسدي حميد في الثدي الاثنين، وخدوا الف سلامة على عينه. حضرتك. الله يسلمك. خدوا عينه قالوا لي لازم تعمل عمليه، بس حاله القلب ما تنفعش وحاله المخ، لان كان عندي جلطه قلب وجلطه المخ والكلى عندي تعبانه، بس بيجي لي الم جامد قوي زي ما يكون ماس كهرباء. والدكتوره بتقول لا مالكش علاج، نعمل لك موجات صوتيه كل 3 اشهر، فقالت لي في شويه حاجات كده غريبه، وبعدين رجعت قالت لي ده راحت، قالت لي احنا هنتابع كل 3 اشهر وتاخد مسكن، بس هي مصممه على عمليه، بس دكاتره القلب والمخ قالوا لا مفيش عمليه، فعايزه بس اسمع كلام الدكتور. الالم اللي بيجي لي ايه، والثدي متضخم كبير كده عامل زي ثدي الستات، مش عارف يعني، بعد اذن حضرتك. حاضر، والف سلامة على حضرتك، والدكتور علي هيجاوب حضرتك. الله يبارك في حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، وشكرا لاتصالك. شكرا، الله يبارك في عمرك. ميرسي لحضرتك. شكرا. يمكن سيادتك اتفاجئت ان اول تليفون من رجل يعني. بالظبط. وسيادتك يعني مش في بالك ان ممكن سرطان الثدي ده ياتي في الرجال. ياتي للرجال بالظبط. لا، هو سرطان الثدي في الرجال يمثل 1% من سرطان الثدي في العموم. واحنا بنشوف حالات سرطان ثدي في الرجال وبنعالجها بنفس الطرق، بس بقى في الرجال بنعمل استئصال كامل للثدي بالظبط. لان هو طبعا الورم بيجي في مرحله، اول ما بيجي عشان الثدي ما فيش ثدي وبيكون صغير، فبيجي في مرحله متقدمه، والراجل ما يهموش بقى ان يبقى موجود بالظبط او لا. لكن استاذنا الفاضل ده استاذ اسماعيل احنا بنطمنه جدا. هو مجرد عنده تسدي، والتسدي ده ساعات بنشوفه في المراهقين او بنشوفه في السن الكبير. انا موافق تماما على الراي الطبي ان هو يتابع كل 3 شهور. انا عارف ان بيبقى فيه الم شويه، طالما هو عمل عينه وطالما عمل اشعه وثبت ان ده مش سرطان. احنا مش هنقعد نعمل عمليه لحاجه حميده طالما هو سنه كبير، ربنا يديه العمر، وحاله القلب برضو يعني شويه. فانا انصحه ان هو يعني في بعض المكملات الغذائيه المعينه، واخده بال حضرتك، اللي ممكن ياخدها مع المسكنات العاديه بتاعه الالم الامنه. وطبعا انصحه ان هو يشرب ميه كتير. طبق السلطه مهم جدا. يعني ينزل في الوزن يا دكتور قصد حضرتك، ولا لا ملهاش علاقه التسدي الثدي ان هو ليها علاقه بالسمنه او دهون؟ يعني هو طبعا السمنه في العموم ضرر، والسمنه يعني بس وليها اضرار على وبتزيد من معدل او من ضمن العوامل الخطره للسرطان، لكن مش للتسدي. انا هنا هو اصلا مش هيخس، فالتسدي هيختفي لان التسدي ده غالبا حاجه اسمها جينيكوماستيا، بيكون زي تليف كده. لكن انا انصحه اولا يطمئن، يتابع كل 3 شهور المسكنات العاديه، يشرب ميه كتير، طبق السلطه مهم جدا، الفاكهه والخضروات مهم جدا، مهم قوي يقلل من الملح. كل الرجال والسيدات اللي عندهم آلام في الثدي يقللوا كمية الملح في الأكل، لأن بيبقى فيه زي تكيسات. الملح لما بيتراكم في التكيسات بيزيد من الألم اللي يبقى موجود. وبالنسبة للسيدات يلبسوا البرا أو حمالات الثدي أكبر فترة ممكنة. اكبر فتره ممكنه علشان خاطر يتجنبوا ان هو يكبر اكتر. كل مشاكل الثدي الطبيه من اول الالم لاول التليفات لاول الاورام. يعني انصح ان هي تلبس البرا. امال يا دكتور كانوا بيقولوا العكس، يعني دايما بيقولوا ان هو لبس الحمالات اللي هي للثدي دي انها تبقى يعني ما تلبسهاش اكبر وقت طويل. لا بالعكس يا فندم، علشان خاطر هي دي اللي بتبقى اكثر عرضه ان السيده تبقى تصاب بترهل او اورام او حاجات زي كده. يعني المعلومه طلعت بالعكس. ده هي بتخلي تمنع الجذب بتاع الثدي، بتمنع نزول الثدي، بتمنع الالم اللي بقى موجود في الثدي. تمام. ده بالنسبه للاشخاص. طب دكتور حضرتك قلت ان 80%